لي فيها وأنا برضو سامحتكم؟ علشان إيه؟ طب هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله يا رب، الله يا رب، ده أنت جميل يا رب. يعني إيه؟ طبعا احنا مش ربنا عشان نبقى قادرين نخليهم يغلطوا فنسامحوهم، بس انا بقولكوا شوفوا ربنا ادانا اوبشن المسامحة والمغفرة دي ازاي، عشان عارف ان احنا نفسنا بتميل وبتكرر الاخطاء. انتوا كمان اتعاملوا مع اولادكم برحمة، كرروا الغلط مرة عاقبوا، والعقاب يبقى بسيط، مش بالضرب، مش بالزعيق، مش بان انا مش هكلمك ابدا. مش هتكلمي ابدا ليه؟ طب هو مين هيقومه لما مش هتكلميه ابدا؟ مين؟ مش ان انا، ولما يبقى بداية عقابك الضرب يبقى المستوى اللي جاي ايه؟ لما انا بدأت بالضرب هدرج العقاب ازاي؟ العقاب بيتدرج مع مستوى الخطأ. ما يجيش حاجة غلطة قد كده اعاقب وعقاب قد كده. طب لما يغلط هموته بقى ولا هذبحه ولا ايه؟ فانا كمان ابقى عندي مرونة في العقاب. وهقول لكم على حاجة، احيانا كمان في غلطات تجاهلوها. اعمل نفسك مش شايف مرة، صوت عالي هعمل نفسي مش شايف، التانية هعلق، التالتة اسامح، اعفو، اتجاهل، اعمل، اخلي، اعاقب، ارجع تاني نفس الدايرة دي واعاقب. والعقاب لو انا عملته، اسمعوا بقى الجديد، لما تعاقب اوعى 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 لما تقول كلمة ترجع فيها. قلت انا هعمل كذا تعمل، يا سلام. افرض غلط واعترف بغلطه وقال انا اسف، انا غلطت يا ماما، انا غلطت ومش هعمل كده تاني، خلاص مش هيحصل حاجة لو انت كمان نزلت عن العقوبة او خففتها شوية عشان يتعلم قيمة الاعتذار وجمال الاعتذار. مش انا اسف تمام تقبلت اسفك بس العقاب موجود لسه. هي دي التربية الحديثة، ان العقاب لسه موجود فما اقدرش اخالف العقاب بتاعي. ليه؟ هو مضيتي انت على عقد ولا انت على عقد ان انت ما تخالفش العقاب؟ ما من باب المرونة ماشي، من باب العفو عند المقدرة، وعرفوا ان ده عفو، وعرفوا انك غفرت له، لان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر، ومرة الجاية مش عايزين نعمل كذا، وانا اصلا منعتك من ده عشان كذا. ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا في اليوم 1000 مرة. انتوا كمان عدوا واغفروا، مش بس لعيالكم، في حياتكم كلها ان قدرتم. ربنا يا رب يخلي لنا عيالنا ونسمع عنهم كل حاجة حلوة، وما يوجعش قلب على ابنها ولا بنتها ابدا يا رب. دمتم بخير.